السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا طريقة كيكة سهلة وسريعة ونجموا نعملوها في أي وقت. نستحقوا 250 جرام جيلاتينا نكهة الفراولة، نصبوا عليها كاس ماء سخون، نقوموا بركضها كما قاعدين تشوفوا. تصلح للمناسبات، الأعياد، الميلاد، إذا كان عندك ضيوف زادا جايين معاك كاس تاي أخضر قمر في البنة. هوني قمت بركضهم مزيان حتى نذبت الجيلاتينة كاملة. هودي نحطهم في الخلاط متاعنا، نحط عليهم كريمة الخفق أو كذلك نجم نحط عليهم ياغورت طبيعي. نضربوهم كلهم مع بعضهم في الخلاط. شفتوا كاللون محلاهم شبوا. وني نهز نحطه في الطبق متاعنا، في الفرن متاعنا اللي باش نحطه فيها الحلوى متاعنا. دهنتها اولا بشوية زيت باش ما تلصقش. الكيك متاعنا من غير فرن، فقط في الثلاجة تقريبا من ساعة الى ساعة ونصف. نصبوا الخليط متاعنا، هذه الطبقة الأولى، طبقة بنكهة الفراولة. تويكا مش نتعدوا للطبقة الثانية. الطبقة الثانية نعملوا جيلاتينة بنكهة الفانيليا أو جيلاتينة عادية من غير أي نكهة. نصب عليها الماء سخون، أي نوع نتاع جيلاتينة تمشي معاها. مثلا هذه بنوع الأورانج، أي نوع البنات، من غير ما تخمموا في الجيلاتينة شنو لون. المهم النكهة اللي تحبوها أنتوما أعملوها. أنا نفضلها بالفانيليا أو بالبرتقال. هوني كالعادة نصبوا عليها تقريبا 2 علب أو ياغورت طبيعي وكريمة الخفق. سهلة، 2 مكونات كهو، جيلاتينا ونكهة الفراولة والماء سخون. هيكا نحطوها على المكون متاعنا الأولى اللي خليته تقريبا ساعة ونص في الثلاجة. وإذا كان حبيتوها سريعة سريعة تنجموا تحطوها في الفريزر. خليتها بعد ساعة ونص، بعد ساعة ونص كذلك خرجتها. شوفوا محلاها، شوفوا ما شاء الله، إن شاء الله ما تتكسرش. أوبلا. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش في لايك واشتراك.